هل عمرك حسيت إنك واقف على مفترق طرق؟ قدامك قرار مصيري، تحدي كبير، أو فرصة ممكن تغير حياتك كلها؟ في اللحظة دي بالذات بتحتاج قوة، إلهام، ويمكن دفعة بسيطة عشان تاخد خطوة جريئة. أهلا بيك في قناة لحظة حسم. هنا مش بس بنعرض المشاكل، لأ، بنقدم لك المفاتيح اللي هتساعدك تكسر قيودك، تتجاوز مخاوفك، وتستغل كل لحظة عشان توصل للنسخة الأفضل من نفسك. جهز نفسك لجرعة مكثفة من التحفيز، معلومات هتفتح عينيك وخطوات عملية هتقربك من أهدافك، لأننا مؤمنين إن كل واحد فينا جواه بطل مستني لحظة حسم عشان ينطلق. كم مرة بصيت في المراية ولقيت عينيك مركزة على حاجة مش عاجباك؟ لكن تخيل لو قدرت تبص لنفسك بعين تانية خالص، عين مليانة حب وتفهم وقبول لكل جزء فيك. ده بالظبط موضوعنا النهاردة، تقبل الذات. ليه بنلاقي صعوبة في تقبل الذات؟ الأسباب الجذرية لعدم الرضا. ليه بنحس بصعوبة في إننا نتقبل نفسنا زي ما إحنا؟ المقارنات المستمرة. السوشيال ميديا بتخلينا دايماً بنقارن حياتنا ومظهرنا وإنجازاتنا بحياة الناس التانية. انتقادات الماضي وجذورها في الطفولة. الكلام القاسي اللي سمعناه وإحنا صغيرين ممكن يسيب جوانا رسائل سلبية. السعي للكمال. المجتمع والإعلام بيصدروا صورة مثالية عن النجاح والجمال. التركيز على العيوب والناقد الداخلي. عقلنا البشري عنده ميل إنه يركز على الحاجات اللي مش كويسة. الخوف من عدم الاستحقاق. ممكن نحس من جوانا إننا مش نستاهل الحب والقبول. قوة تقبل الذات مفتاح السعادة والنمو. لما بنبدأ نتقبل نفسنا بجد، حياتنا بتتغير بشكل كبير. سلام داخلي. أول وأهم حاجة بنحس بيها هي السلام الداخلي. ثقة أكبر بالنفس. لما بنحب نفسنا زي ما احنا بنكون واثقين في قدراتنا. علاقات صحية. حبنا لنفسنا بينعكس على علاقاتنا بالآخرين. مرونة في مواجهة التحديات. لما بنكون متصالحين مع نفسنا بنكون أقوى في مواجهة الصعاب. دافع للتطور الحقيقي. تقبل الذات مش معناه الاستسلام، بالعكس، سعادة أكبر. في النهاية تقبل الذات هو أساس السعادة الحقيقية والدايمة. خطوات عملية نحو تقبل الذات. رحلة حب تبدأ بالداخل. رحلة تقبل الذات بتبدأ بخطوات صغيرة ومستمرة. لاحظ أفكارك عن نفسك وواجه النقد الداخلي. ابدأ تلاحظ إيه الكلام اللي بتقوله لنفسك. ركز على نقاط قوتك. كل واحد فينا عنده مميزات وقدرات فريدة. سامح نفسك على أخطاء الماضي ومارس التعاطف مع الذات. كلنا بنغلط، سامح نفسك. كن لطيفاً مع جسدك وتقبل صورتك الذاتية. جسمك هو بيتك، اهتم بيه. توقف عن المقارنات، ركز على رحلتك انت وبس. اقفل بإنجازاتك الصغيرة، ما تستناش الإنجاز الكبير عشان تفرح بنفسك. ابحث عن مصادر إيجابية. اقرأ كتب ملهمة، اسمع بودكاست إيجابي. قضي وقتاً مع أشخاص داعمين. وضع حدود صحية. اختار تكون حوالين ناس بتحبك. قضي وقتاً مع أشخاص داعمين. وضع حدود صحية. اختار تكون حوالين ناس بتحبك. مارس اليقظة الذهنية والتأمل يومياً. تساعدك على زيادة وعيك بأفكارك ومشاعرك دون حكم. راجع وتأكد نقاط قوتك يومياً. خصص وقتاً لتذكير نفسك بإمكانياتك وقدراتك. حب نفسك بكل ما فيك، بكل عيوبك اللي هي جزء من إنسانيتك، وبكل مميزاتك اللي بتميزك. لما بتحب نفسك بصدق بتكون أقوى وأسعد وأكتر قدرة على تحقيق كل اللي بتتمناه.